حاجتين في كل بيت مصري لازم يتولع فيهم ويطلعوا بقى بالنار فلة شمعة منورة. لازم تولعي فيهم وبعد كده شوفي النتيجة عاملة ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. تعالى اقولك ايه اللي احنا هنولع فيه. هنولع في الطاسات بتاعة الزيت اللي بقالها كتير في بوتاجاز الفرن. دي بنقلي فيها بطاطس وبنعمل فيها كل حاجة، وطبعا عملت اسود من الحواف بتاعتها ومن الجوانب. ده كده مش هيروح غير لما نولع فيه. سيبك من اللي بيقولك بقى كربونات الصوديوم والكلام ده كله، ملح ليمون والحاجات دي كلها، ده كله ما بيجيبش نتيجة وما بيجيبش فايدة. اسلم حل ليهم انك تولعي فيهم. ولعي فيهم وشوفي النتيجة بعد كده عاملة ازاي. ممكن كمان ما تعمليش النار دي كلها. احنا كده كنا بنكنس وطبعا طلع قش كتير جدا وكنا عاملين بصل في القش ده، فقلنا كده هنولع في القش ده. فانا قلت بقى إيه اغتنم الفرصة، وطالما بقى هم عاملين بيولعوا في القش وفي الحاجات دي كلها، هرمي بقى كده الطاسات بتاعتنا فيهم. وبعد كده هنطلعهم حاجة تانية خالص من النار. اهم حاجة حطيهم كده وخلي النار تيجي عليهم جامد، خلي النار تاكل كل السواد اللي فيهم ده وكل الطبقة تقيلة اللي على الطاسات دي. بتمنى كده تستفادي من الفيديو والفيديو يعجبكم النهاردة ان شاء الله. وما تنسيش بقى تحط لايك لان الفيديو بصراحة يستاهل. وما تنسيش كده تدعميني باشتراك لو القناة عجبتك، وتقولي لي كده في كومنتات تحت ان انت جديده، وتصلي على رسول الله وصلوا على رسول الله كتير في التعليقات. النار هديت خالص وجبتهم كده وهم سخنين، اهم حاجه وهم سخنين. هاتي بقى كده معلقه، شايفين معلقه؟ ما فيش اي حاجه في ايدي غير المعلقه، ومسكت كده بالقماشة، طبعا ماسكاها سخنة. وهبدأ بقى كده اعملها بالمعلقة بتاعتي، بتطلع بكل سهولة. مفيش ولا سلك ولا اي حاجة في ايدي، يا دوب بس هي المعلقة. والطاسة سخنة مولعة نار، جايباها من النار من بره على طول على الرخامة وهي سخنة. وبدأت ان انا كده اشيل اللي فيها بالمعلقة بكل سهولة. كل اللي فيها ده طلع طبقة كبيرة جدا. الحاجات دي كلها بتجيب امراض، وما ينفعش طبعا ان احنا نفضل ساكتين عليها ونحطها على البوتاجاز ونطبخ فيها ونقلي فيها ونحمر فيها وكل الكلام ده. لازم الطبقة السواد دي كلها تتشال، لان هي دي اللي هتجيب الامراض والحاجات الوحشة. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا يا رب. يلا اعملي الخطوة دي لو عندك الطاسة في البوتاجاز وملانة سواد وملانة جلخ زي اللي زي من بره كده ومن جوه. لازم تعملي الخطوة دي وتشيليها. اهم حاجة احرقيها في النار حلو قوي، يعني حاولي ان هي في النار توصل لها بكل الطرق. ما تخافيش ان هي مش هتسيح ومش هيجرى لها اي حاجة، هي الطبقة اللي عليها دي بس هي اللي هتتشال. وانا كده بعملها قدامكم بالمعلقة وما شاء الله بتتشال بكل سهولة من غير اي حاجة خالص، بس ماسكاها بالقماشة وشلتها بالمعلقة. اهم حاجة وهي سخنة ما تسيبهاش تبرد. لو بردت معاكي انسي ان اي حاجة تطلع منها. لازم تبرد، تفضل سخنة وتبدأي ان انت تعمليها. الخطوة الجاية هنعمل فيها ايه؟ كده خلاص المعلقة شغلها انتهى. هجيب بقى سلكة عادي خالص بصابونة سمرة من غير برضو اي حاجة خالص. شايفين الوسخ اللي طالع منها عامل ازاي؟ حاجة كده فظيعة، شالت حاجات كتير قوي منها. ده كده بعد ما عملتها بالمعلقة. دور بقى السلكاية هتشيل كل ده، لان دي بقى حاجات بسيطة جدا، مش ان هي ماسكة فيها قوي. يعني هي النار خلاص كلت الحاجات الوحشة اللي فيها كلها وكلت السواد والطبقة التانية اللي فيها. هبدأ بقى بالسلكاية كده والصابونة السمراء عادي جدا، وادعكها كده دعكة حلوة بحيث ان الاسمر ده كله يتشال. وبتشال معايا بكل سهولة بالسلكاية بتاعتي. ما جبتش اي حاجة تاني غير السلكة، والسلكة على فكرة مش خشنة ولا حاجة، السلكة ناعمة. وبدأت كده ان انا ادعكها كويس جدا من جوه ومن بره. يلا بقى كده نشطفها في الحنفية. شايفين طالع منها قد ايه؟ والله طالع منها كمية سواد، حاجة كده يعني. ربنا يعافينا. ده طبعا تراكم كتير بقى ان احنا بنقلي الزيت ونحطها تاني في البوتاجاز، وتراكمت بقى كل مرة بتحط على البوتاجاز بتسود اكتر والزيت بيعمل فيها اكتر. ولعي فيها، مفيش فيها اي حل غير ان انت تولعي فيها، ارميها في النار وملكيش دعوه بعد كده هتطلع فله. شايفين النتيجه؟ بجد نتيجه مرضيه وحلوه جدا. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وبتمنى تستفادوا منه ولو بمعلومه بسيطه جدا. ما تنسوش صلوا على رسول الله كتير في الكومنتات وفي التعليقات، وحطوا لايك حلو للفيديو. شايفين اللي طلع منها؟ بجد يعني حاجه ما تتوصفش.
حاجة يعني انتوا شايفين بنفسكم طالع منها ايه، يعني النار بجد كانت الحاجات دي كلها. ودي النتيجة، ونتيجة مرضية جدا. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.